مشكلة ورد النيل بمحافظة الفيوم عن حل جذري لما تخلفه وراءها من أضرار جسيمة على الثروة السمكية والمائية والزراعية، في الوقت الذي تعاني فيه من تجاهل المسؤولين لها بالمحافظة. التفاصيل في هذا التقرير. أصبحت مشكلة ورد النيل صداع في رأس المسؤولين بمحافظة الفيوم بعد أن استعصت عن الحل لما لها من تأثير سلبي على مياه الري والمظهر السياحي بالمحافظة، فضلا عن أضراره على الزراعة وتأثيرها على ضعف الثروة السمكية. ورد النيل طبعا من ضمن المعوقات اللي بتأثر على المياه في مجرى النيل، بتعوق مجرى النيل وتعوق المجرى في الترع والمصارف، ودي طبعا لها تأثير سلبي أولا على كمية المياه، بيلتهم كمية كبيرة من المياه. طبعا احنا دلوقتي بنعاني من شح في المياه، يعني مشكلتنا اللي هي عايشين فيها دلوقتي حاليا نقص المياه اساسا، حتى اللي جانا من نهر النيل من منابع ولا حاجه كميه قليله، ما بالك ان احنا عوامل ثانيه مساعده على نقص كميه المياه زي ورد النيل مثلا بيلتهم كميه جدا من المياه، لان ورد النيل عباره عن سبحان الله مليان ميه، يعني بيلتهم كميه كبيره جدا من الميه، فده بيأثر على الكميه، وبالذات النهايات بالذات. النهايات في الحته بالظبط ناس طبعا في بشغويه في قصه وفي طميه، النهايات بتبقى يعني مشكله حاده جدا في المياه في النهايات بالذات يعني. بالاضافه ان ورد النيل برضه له سلبيات اخرى، ان اولا بيبقى مكون اي مخلفات بتبقى بتتراكم مع ورد النيل، سواء حيوانات نفقه او اي مخلفات زراعيه او اي حاجه، لدرجه انه بيعيق المجرى المائي بالكامل. يعني حضرتك من يومين ثلاثه كنت تلاقي بحر يوسف ده المياه مش باينه نهائي من الميه. وعندنا البحاره طبعا الري بصراحه بيقوموا بالتطهير، يعني بس نأمل انه برضه وجهود الري يبقى زياده اكتر في التطهير، ان التطهير يوميا بالقراقات بحيث يبقى المجرى المياه نظيف نهائي، بحيث لا يتكاثر ورد النيل ولا يتكاثر فيه حوض نفقه ومخلفات زراعيه، بحيث تبقى ايه حتى كمنظر بضر بالبيئه، منظر عام بضر بالبيئه، بضر بالبيئه اساسا حوض نفقه ولا غيره وغيره. وزاد عندنا سواء هنا بيبيعوها الحركه، حاجات ورد النيل برضه بيبقى مخلفات وتعيك الساقيه نفسها، لدرجه احنا كل يومين ثلاثه تلاقي ساقيه عندنا واقفه نعمل لها صيانه. ليه تأثير طبعا هنا على تأثير طبعا منظر سياحي طبعا، اولا البوابات هنا تلاقي المياه اتقفلت من ورد النيل، نزل بحر يطهر برضه جاي تاني، فنأمل ان شاء الله يكون تطهير كامل قبل ما مدخل الفيوم، بحيث يبقى جميع سواء بحر يوسف او المصارف المتفرعه منه تبقى مياه ورد النيل ده تطهير كامل. يعني فعلا حضرتك تأثيره على الثروه السمكيه طبعا الثروه السمكيه له تأثير على الزريعه، لو زراعه صغيره دي ما تخش حريتها في النمو فبيأثر على نموها، فبتبقى نافقه بتموت الزريعه اساسا. لان اولا يعني ورد النيل لما بيغطي المجرى بالكامل متهيألي بيبقى الزريعه ما بتخش حريتها في النمو، بتفطس يعني بتموت طبعا، بتموت، بيمنع مثلا الاكسجين او الهواء، بتموت اكيد يعني بدون شك يعني. فلا تأثير على الثروه السمكيه في نفس الوقت يعني لا تأثير على كميه الميه، التأثير على في البيئه، والتأثير على الثروه السمكيه. طب حضرتك تطلب ايه الساده المسؤولين؟ والله السيد المسؤولين امر انه تضافر الجهود، وبالذات ان متمثل في وزاره الري، وهنا طبعا في بالنسبه للاداره العامه الري، انه يعني مشكورا ارجو انهم يزيدوا عمليه التطهير، يكون شبه يوميا تطهير فعلي بمعنى اصح. طبعا ممكن التطهير يبدا من قبل دخول حدود الفيوم، يعني حتى يبقى الفيوم متامنه تامين نهائي من ورد النيل، وزي ترعه بحر يوسف هي الترعه الرئيسيه اللي هي داخل الفيوم يعني. فاذا قضى عليها فعلا تطهير كامل فان شاء الله هتبقى المياه اولا نظيفه، اللي بقاش فيه على الاقل نقلل نسبه الفاقد من المياه، لان ورد النيل بياخد جزء كبير جدا من الميه يعني ما نقدرش ننكر. هذا وتتعرض بعض المجاري المائيه والابحر بمدينه الفيوم في بعض المراكز الى الانسدادات المتكرره بسبب تجمعات ورد النيل بداخلها، فضلا على التهامها كميات كبيره من المياه، في الوقت الذي تعاني نهايات الأبحر في بعض المراكز مثل أبشواي وإطسا ويوسف الصديق عدم وصول مياه الري إليها. والسؤال الذي يبقى ولا نجد له إجابة: متى تحل مشكلة إزالة ورد النيل من الأبحر حتى لا نفقد المزيد من المياه؟